يمشي أكيد بحالك ويضحك نهارك يا وطن ويليلك جرحك. أعلنت الملاكات التربوية والتعليمية في قضاء العزيزية إضرابهم عن العمل، وذلك احتجاجا لما وصفوه بالحكومة الاتحادية لمطالبهم، وفي مقدمتها سلم رواتب عادلة وتحقيق المستوى المعيشي والوظيفي. من نطلب اللي تريده بكيفك تدلل، انت وطننا نريدك ترجع الأول يا. ما هي مطالبكم؟ المطالب جانبين، الجانب المادي والجانب المعنوي. الجانب المادي يتعلق في المعيشة، معيشة المعلم نفسه. اليوم المعلم هو كائن بشري متزوج أو عنده أولاد، عنده أسرة، عنده بيت. والسؤال الذي يليه بالجانب المادي، أكو قطعة أراضي وزعت، أكو بيت وزع، أكو حياة كريمة. أما الجانب المعنوي فاليوم احنا نعرف كل زين، احنا بهذا الوسط العشائري الكريم اكو هواي اشياء دخيله تمت بالتجاوز على المعلمين من خلال القومات العشائريه والى اخره. فنتمنى الحفاظ على مكانه وكيان المعلم ان كانت الماديه او المعنويه. ممنونه منك. شكرا جزيلا. الله اكبر. هناك أحد النواب يصرح يقول هذا الإضراب مخالف للقانون، شنو ردك على هذا؟ هاي مادة قانونية دستورية. الإضراب هو حق إذا شعر الموظف أو أي مواطن بالظلم أو بالقطاع الخاص أو العام فمن حقه أن يضرب عن الطعام، من حقه أن يضرب عن العمل. هاي مادة دستورية ما بيها يعني مخالفة، بالعكس هي حق من حقوق أي موظف وأي موظف إن كان بالقطاع الخاص أو العام. ظل باقي ان الولادة للممات ببالي، انت الامل والطيب. ما هي مطالبكم المشروعة؟ أنا كتربوية وكمعلمة نيابة عن زملائي المعلمين والمعلمات أطالب بحقي تخصيص قطع أراضي للمعلمين، زيادة الزوجية والراتب الاسمي، وزيادة مخصصات، زيادة أجور النقل. إن شاء الله إحنا باقين هنا الحين تحقيق مطالبنا، وإن شاء الله إحنا متضامنين وإيدي بإيد إن شاء الله، والحين تحقيق المطالب. ونطالب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ينظر لنا كنظرة أبوية لهاي الشرائح المهمشة اللي مع الأسف بالوقت الحالي أصبح المعلم هذا وقتنا ما له قيمة. ودا نلاحظ هجمات البيجات والصفحات الفيس الوهمية والاهالي اللي انصدمنا بيهم، يعني كميه الحقد والغل اللي شايليها على المعلمين، مع العلم المعلم اللي يوقف بالصف 45 دقيقه ويتحمل طالب 40 و45 دقيقه ويتحمل الحر، يتحمل المدارس الكرفانيه اللي آيله للسقوط. هذا معلم يعني المفروض ما يهمش يعني. فاحنا ان شاء الله نطالب بحقوقنا ومستمرين بالاضراب الحين تحقيق المطالب. رجع القلب حبيبتي، الله كثر الله أكبر. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا احنا نوجه كلمة شكر واحترام وتقدير للقناة الرقمية قناة صوت الحق، لأن هي السباقة في نقل الأخبار التربوية والغير تربوية لجميع طبقات المجتمع المدني. احنا هاي الطبقات وخاصة الطبقة التربوية هي طبقة محرومة من أبسط حقوقها من 2003 إلى يومنا هذا. احنا طبعا نوجه شكر لجميع الطبقات لكون هذه الطبقات، الطبقة الكاسبة، طبقة العمال، المحامين، كل طبقات المجتمع دعمت الكوادر التربوية، ولكن عتبنا على بعض الأخوة اللي هم من ضمن الكوادر التربوية، وأيضا عتبنا على أعضاء مجلس النواب، على أعضاء لجنة التربية، اللجان القانونية في البرلمان، أيضا أعضاء مجالس المحافظات، لكون هاي أعضاء مجلس المحافظات وكون أعضاء مجلس النواب هم يدعون بحقوق الكوادر التربوية. ولكن هل من المعقول دولة تطلب من دولة؟ يعني هاي أشبه بكارثة ست. يعني احنا اللي نتمناه اذا احنا مثلا صعدناهم ذول الناس، يعني المفروض هم يروحون للجهات المعنية، الجهات المختصة، يطالبون بحقوقنا.
يعني ليش هاي الطبقات من 2003 لحد هذا اليوم المعلم يعني شبه مهان، لا اكو قانون يحميه، نعم لا قطع اراضي، يعني اغلبيه الكوادر التربويه هي من ضمن سكن الايجار. فاحنا نتمنى من القنوات الاعلاميه كالقناه الرقميه وبقيه القنوات، طبعا القناه الرقميه هي جدا جدا مشكوره لنقل الحقيقه، لكون اغلبيه القنوات هي مع الاسف احنا نعتبرها مسيسه. ليش؟ لان هي ما تجي تنقل هاي الاعتصامات وهاي الحقيقه، تنقلها الى الجهات المختصه. واحنا نشكر جميع طبقات المجتمع ونشكر الحضور، ونتمنى من بقيه الكوادر التربويه ان يوقفون وقفه جديه تضامنيه مع اخوتهم الكوادر التربويه، وشكرا جزيلا. يا وطن كلنا ونبنيك حتى نشوفك قطعه من جنه، يا حبنا الاكبر. لماذا لم ترفعوا مطالبكم إلى جهة المعلمين أو الجهة الممثلة عنكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل الأزمان في السنوات السابقة كانت نقابة المعلمين هي من تمثل هذه الشريحة المهمة وهي أساس هذا البلد، لكن أصبحت الآن النقابات هي دكاكين للسياسيين الصراحة. لم تدافع ولم تقدم أي مقترح من أجل الكوادر التدريسية، فأصر الكوادر التدريسية على المطالبة بحقوقهم بأنفسهم والخروج إلى الساحات بمطالبات ومظاهرات سلمية من أجل حقوقهم، ونحن باقون وثابتون على موقفنا بأن تكون هناك استجابة لمتطلبات وطلبات الكوادر التدريسية، وإلا من لم يستجب سوف يجد المدارس فاضية والشوارع مملية بالكوادر التدريسية. يتزايد القلق بين أوساط الطلاب وأولياء الأمور بسبب استمرار هذه الأزمة التي تؤدي إلى عرقلة العملية التربوية وجودتها. لقناة الرقمية نيوز، مريم القرغلي، محافظة واسطة. الله أكبر، ما عدنا غيرك وانت تعرف بينا، كم غالي لأجلك كم عزيز.